وصفتنا النهارده هي الفudgy cake. هنعملها بطريقة بسيطة ومكونات بسيطة، وهنعمل معاها صوص طعمه حلو قوي وطعمه غني من غير اي كريمة ومن غير اي قشطة، هيديك نتيجة حلوة قوي. شايفين قد ايه شكلها حلو، قوامها مظبوط، الصوص طعمه حلو قوي مع الكيك. اول حاجة هنعملها ان نكون المقادير بتاعتنا كلها بدرجة حرارة المطبخ. هجيب بولة او في درة الخلاط، مش هيفرق النتيجة. هجيب بولة وهحط فيها بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وكمان هحط عليهم كوباية وتلت سكر ابيض، ولو انت بتحبيها مسكرة شوية ممكن تزودي السكر عن كده. وكمان هننزل عليهم بتلت كوباية زيت ومعلقة صغيرة فانيليا ومعلقة صغيرة خل. الخل بيخلي الكيك هشة اكتر وبيدي نتيجة احسن. هنفضل نضربهم كده كويس مع بعض بقى في الخلاط او بالمضرب الكهربي او بالمضرب اليدوي عادي. اهم حاجة ان السكر يدوب في الخليط علشان ما يبقاش باين حبيبات السكر. بعد كده هنزل على الخليط بتلات ارباع كوباية لبن رايب، او بديله ان احنا ندفي لبن نحط عليه معلقة خل، هيدينا نفس النتيجة. هو مش هيبقى لبن رايب بس هيدينا نفس نتيجة اللبن الرايب. بعد كده هننزل بمكونات الجافة، عبارة عن كوبايتين الا تلت دقيق وعليهم رشة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا وتلتين كوب كاكاو. طبعا احنا الكاكاو والدقيق لازم يكون داخلهم كويس عشان يدينا نتيجة افضل. بعد كده هنقلب الخليط بتاعنا دوت كده. هنلاحظ ان القوام الكيك تقيل، هنكون مجهزين معانا 150 مللي ميه مش مغليه قوي بس سخنه. حط عليها معلقه كبيره قهوه سريعه الذوبان. هنزل كده بالميه بتاعتي اللي احنا مدوبين فيها معلقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان، وهقلبهم كل المكونات دي مع بعض، او هديها تقليبه كده بالسباتيولا عشان اتاكد ان مفيش اي دقيق او مكونات جافه، يعني الخليط كله يبقى خليط واحد متجانس. يعني طبعا احنا في الوقت ده مشغلين الفرن على درجه حراره 180. بعد ما اتاكدت ان الخليط كله بقى متجانس، هجيب الصينيه بتاعتي والمدهونه بالزيت او الزبده وفيها رشه دقيق، وادخلها الصينيه الفرن. تقريبا بتقعد من 40 ل 45 دقيقه على حسب حجم الصينيه اللي انت مدخله فيها الفرن، كمان على حسب الفرن بتاعك. اول ما اختبرها واحس ان الخله طلعت نظيفه مفيش عليها اي عجينه او فتافيت، هعرف ان كده الكيكه بقت تمام، السوا بتاعها بقت مظبوط، هطلعها من الفرن. بعد كده هنجهز الصوص، وعباره عن كوبايه ونص لبن او حليب، وهحط عليهم معلقتين كبار كاكاو خام ومعلقتين كبار سكر ومعلقه صغيره نشا وربع معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان ومكعب زبده. ده عباره عن تقريبا حوالي 25 جرام، وفي الاخر خالص 50 جرام شوكولاته درجه او اي نوع شوكولاته انت بتحبوها. كل المكونات دي هنقلبها الاول على البارد، بعد كده هنرفعها على النار لغايه ما تغلي كده شويه. هو الصوص مش تقيل، واول ما يبقى جاهز معايا كده ويغلي طلعه وهنحطه على الكيك على طول. طبعا الكيكه بتاعتنا بقت يعني مش سخنه ومش بارده في نفس الوقت، وممكن كمان ما تضيفيش الصوص على الكيك كده وتخليه وقت التقديم تحطي على الكيك اللي انت هتقطعيها. يعني انا عملت كده عشان التصوير، بس طعمها حلو قوي، قوام الكيك مختلف، الصوص طعمه حلو جدا من غير مقادير كتير ومن غير كريمه ومن غير قشطه، هيديكي طعم حلو قوي ونتيجه حلوه. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.